من كام يوم كده رحت عشان اتقدم لواحدة من احدى مراكز محافظة سوهاج اللي انا منها، والمقابلة يعني كانت كويسة الى حد ما. المهم ابو العروسة طبعا سأل عني، عارف ان انا عندي شقة، الشغل، الدنيا كويسة مرتاحة، فبناء على كده وافق ان هو يقابلني. رحت له واتقابلنا فعلا. اول ما قعدت على طول في الشقة عندهم، اول حاجة قالها لي الشبكة هتبقى ب500,000 جنيه مش اقل من كده. بصراحة سمعت 500,000 جنيه ما اندهشتش قوي، لكن اندهشني فعلا ان هو اصلا لابس بيجامه تاريخها منتهي تقريبا من القرن ال17 قبل الميلاد، فاللي هو ده بيقول 500,000 وكده. يعني انا ما فرقش معايا المبلغ على قد ما هو فرق معايا الشكل اللي بيتكلم. انا قلت له تمام ماشي يا عم، مفيش اي مشكله خالص، لحضرتك تؤمر بيه، بس معلش سؤال بسيط، هو اشمعنى نص مليون؟ يعني ليه مش 300,000؟ ليه مش 250؟ ليه مش 100,000 زي؟ وبعد ما سالت السؤال ده مره واحده لقيته اتقلب عليا، قال لي بص، بنت عمتها من 5 شهور عز ما الدهب كان غالي، خطيبها جاب لها شبكة ب1,000,000 جنيه. هو من الكويت ومهندس، بس برضه كان انت عشان خاطر في مصر هنا ومن ولاد بلد واحدة فمش هتتقل عليك، فقلت لها 500,000 جنيه بس، فانت احمد ربنا وقولي لو مش موافق من اولها. فانا اندهشت وقلت له بنت عمتها جات لها شبكة ب1,000,000 جنيه؟ ايه ب1,000,000 جنيه؟ فانا بقى بصراحة سخنت، رحت قلت له طب اقسم بالله يا عم لما نكون في محل الذهب لاجيب لها شبكة ب1,500,000 يزيدوا ما يقلوش. هو سامع مني 1,500,000 وبتكلم بسخونه، لقيت ايده بترعش بتعمل كده، وشه صفر، مبحلق، مش عارف يتكلم. انا قلت ده هيجيله سكته قلبيه يروح فيها ده ولا ايه؟ اتخض من الرقم. هو انا مراعي شعور ان فعلا مبلغ 1,500,000 ده اكيد ما اسمهوش غير في اخبار الحوادث، مثلا واحد سرق واحد وهرب، او واحد سرق بنك، فان هو يسمع مبلغ زي كده اتقال له ده، فاكيد هو حاسس ان في حاجه غلط. كده بقول له يا عمو، فقال لي ايوه بنتي ما يجيلهاش شبكه اقل من 1,500,000، هي تستاهل. هو بصراحة لما قال لي كده أنا قلت إن إحنا لو رحنا فين محل الدهب ده هو هيتفق مع حرامين يجي يخطفونا إحنا والدهب ذات نفسه يعني، وهيبقوا تبع أبو العروسة الجماعة دول. المهم قلت له إيه كمان يا عمو؟ قال لي طبعا الأجهزة الكهربائية كلها العريس. قلت له ماشي تمام. قال لي طبعا المطبخ والحمام. قلت له مالهم؟ قال لي على العريس. قلت له يا عم تمام ماشي. قال لي أوضة النوم وأوضة الأطفال لازم يكون فيهم تكييفات. قلت له طب يا عم، طب هو اوضه الاطفال دي على عيني وعلى راسي، بس هو احنا لسه ما اتجوزناش اصلا، هنجيب تكييف للاطفال اللي هم لسه ما جوش؟ قال لي يا ابني لازم نجهز دلوقتي، هتعرف تشتري النهارده مش هتعرف تشتري بكره، وبعدين انت شايف الجو حر ورطوبه وكده، ترضى ان اولادك يناموا على التكييف ده؟ انا خايف على اولادك. قلت له عندك حق يا عم، صح، انت خايف على اولادي اللي انا لسه ما اعرفهمش مين. قلت له بص يا عم، تكييف كمان في الصاله عشان احنا هنقعد في الصاله اغلب الوقت، فاكيد يعني مش هنقعد على مروحه والجو حر ورطوبه، وانت عارف يعني كفايه الرطوبه اللي احنا فيها دلوقتي. قال لي ايوه صح عندك حق، وتكييف في الصاله. انا ما كنتش عايز ازود عليك على فكره، اقول لك تكييف في الصاله، بس واضح ان انت بتفهم. بعد كده قال لي اوضه النوم. قلت له لا دي على العروسه. قال لي ماشي على العروسه، بس مش هتزيد عن 50,000. قلت له يا عم 50,000 ايه يا عم؟ ده احنا هنجيب دبل ب100,000 لوحدها، هتقول لي 50,000 وبعدين احنا بنحكي في ملايين، تقول لي ب50؟ ايه 50,000؟ انت هتجيب لنا شويه مول اللي هننام عليها دي ولا نعمل بيه ال50,000؟ هو قال لي ده اللي عندي، عاجبك ولا مش عاجبك؟ فانا قلت له طب بص يا عم، انت اتكلمت براحتك، فانا اقول لك على حاجه اخيره بس قبل ما امشي.